كن لدى تفكر الأعظم يا ربي بكم ولتعصما قلميا هب لي يا أكرم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة بارك لي اللهم في حياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بشر كل من يتوب وللظواهر عب مع الغيوب قبولا أكون بإطار من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول وجب حمد ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم وجب حمد ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم وجب حمد ربي العظيم على اتباع المصطفى الكريم مصليا عليه كل دهري وآله وصحبه في الجهر الحمد لله على كون الرسول محمد وسيلتي إلى الجليل محمد صلى عليه ذو الجلال وآله وصحبه خير الرجال حاض مقاما لم يكن لغيره بل فاز كل فائق بخيره مقامه فوق المقامات العلا صلى عليه من هداه واعتلى محى حدود الكفر والأوثان والشرك والنفاق والعصيان دام اتباعه ودام حقه فدام خيره ودام سبقه أرسله رب الورى للخلق مبشرا ومنذرا بالحق لا تلد النساء حالا ومآل مثل النبي المنتقى في الضلال لست أزال أعبد الله الجليل إلى مماتي بسنة الرسول أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل الورى ذي الفضل ربي عليه صل أفضل صلاة بها أفارق العيوب الموبقات سقني إلى الإيمان والإسلام ثم إلى الإحسان ذي الإتمام وجه إلي ما يوفق الصواب وتكفني بجاهه كل عتاب له وللآل وللصحابة جد بصلاة تورث الإجابة أحمد مغنيا تعالى عن سناء وكان لي بكل شهر وصنع عتبته في البر والبحر وفي السر والجهر مع الأدل وفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وصيلة لك الماح الملام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له يوم بشارات الكريم لديك يا رب مزيد لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مصارعة على الذي أعطيته مدادي متمن مع صفا ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن مدادي خذنا ما شاء يا من له وجه الإنشاء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لعداك قاهرة على الذي أعطيته أقلامي مثمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن كلامي قدنا تبشيرا من لنا أرسلت بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة مع سلام برضاك ظاهرة على الذي أعطيته قطاسي بقدم ضمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل ومن قراتيس لقد الغرات من كفاني عداك والمرض يا ربنا صل صلاة راقية
مع سلام بالمراضي باقيا على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي معا فخرجت سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقدنه من قدمي سرورا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مشكية كل اشتكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا ظنينا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقل له من قدمي ما سرا يا من كفاني من وشى واقترا واقسم بوجهك الكريم أمري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي حضينة العلوم النافعات أنك الموت العليم واجعل جوارحي أوطان هداك إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لعداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وخذ له من مني فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة شاملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا ما يضرني جهاتي حاميا على خليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآلي وصحبي ولتجعلي جميع قدمتي ردا تنجعلي يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قار قامعة مع سلام النور لا ينقطع على الذي بأذايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجن من عدا واللوما يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كررات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مدعبئا لغيرنا ما لا نحب على وصيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وعمري أحمدا يا ربنا صل صلاة دائبة بكل ضر مع سلام ضاهبة لنا سعادة وربحا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي بي تقود للغرض بلا عدا ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصل كل شهر وسنة مع سلامك على المشفع قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدمها حلاوة بلا قدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم وبشارات تقدم القديم وارفع لعرشك وللكرسي لي آذى باسمك القدسي يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب من يوم الأحد على بشارات لدى كل أحد وجل كتابتي مضى ياقوتا هو دينا يذذري ياقوتا يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي محى العناء والملام فقادني إليك يا ربي بك وخذتني بك لو بحبك سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب في الاثنين فوق المنى والحاج من منين بغير آفة وغير قدر يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاة دارعة كل المفاسد تسون طارئة إلى سوانا قبل أن تنتهي
يا من لديه ضرري قد محيا مع سلام عمري يسلمه من كل ما بي تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل وصحبه وقتي أحمدا وجل حروفي كلها عبادة من له العباد والعبادة وهب لخير الخلق في قتل البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا ربي في الثلاثة بمقدر الرباع والثلاثة مما يسر أبدا وينفع يا من به الضر لغير يدفع يا ربنا سل صلاة لم يرى نظيرها ومثلها ليس ترى من الخلائق على من فضلا على جميعهم معا ففضلا مع سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومشبعا ما فيه كل ملك وبشري يقبضه من ضيد وبشري وجل حروف له لذات إلى نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة صافية صدور قوم مؤمنين الشافية مع سلام صارف المفاسد لغيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشر مدادي وقلمي سنين مع مدادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي الخميس عبده فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تصيبه من قصدوا تري معا فتذهبوا إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يتوب من بهم ضلال على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي ودقته لخيرنا الكفار أمام الإغراج والأسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تعديدا يدوم يصرف عن لخير عبدك الخديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى مع سلام ليقود سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم سبتي وكل يوم يافعا من نبتي وجل صلاتي آتي لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أذكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الوجود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباع يا سيدي يا متبع يا ذا الغلا صلى عليك من تعالى وعلى أذكى صلاة بسلام لا عدد لا تسوق لي دائما مدد في الآل والصحب وكف ما حذر عني وجادلي إليك بالنظر يا سيدي يا منتقى يا ذا الهدى صلى عليك من سألت هدى أذكى صلاة لي تسوق كلما له اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام في جميع الآل وصحبك الدرر والآل يا سيدي يا مقتفى يا من سرى صلى عليك من دعاك للصلاة أذكى صلاة لي تجود بذبر بأنه جاورك من غير سفر مع سلام في جميع الآل
والصعب من قد لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين ذي الإله صلى وسلم عليك أبدا بالآل والصحب ومن تعبدا أذكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي طوبى مع دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك السميع أذكى صلاة لي تجود بهداك مع سلام ليسقر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى ولد مسلما مع الخيار العبد كما لغير يعدال وبدي لغير رد لي إلى الجنان وبك صفى أبدا جناني يا خير مرسل لخير أمة صلى عليك وكفاك الأمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عدد بالآل والصحب وبعد مدد يا من لتصديقك قد سق القمر صلى عليك من بقفك أمر مسلما عليك بالإكرام بالآل والصحب بالانسرام وبك جملة ذنوبي غفرا وكل ما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا مجتبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصحبك الغر وقاد للمرام ولسواي النهي والشقاء كف وما يحرمني ارتقاء وجاد لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بغيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منعم قد نما بك علينا ودام النعما وكلما اشتقت إليه خادا لك بلا مشقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليزاق كل ما اختار دنيا وأخرى بكذا سلاما من الحساب ومن الملامة وطيب الضمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للرب حتى أسير بشر عجم وعرب وضمني إلى السحاب المنى وقاد لي بلا حساب المنى وحتى ذنبي وعيوبي محا وراد لي كل كنود الجمحا وجاد لي بكون ذا النظم شفاء لي وللأمة حيث كشفا وكف عني جملة الرذايا بي وساق لي بالمذايا فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاطبته بشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال خيره عندي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل والصحب المذاب السلام وكن لي الدهر وكن معي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن واجعل بجاي حياتي سافية لك به مع الأجور الطافية سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.